هاي، ازيكم عاملين ايه؟ واخيرا فيديو جديد. النهارده هروح واحد من اجمل القصور اللي في مصر، وهو قصر الامير محمد علي. كمان طريقة الوصول ليه سهلة جدا. انا كان بالنسبة لي اسهل وسيلة مواصلات هي المترو، فركبت المترو ونزلت محطة السيدة زينب. ولو انتوا في اي مكان تاني لو عايزين تركبوا اي مواصلات تانية، برضو تنزلوا السيدة زينب، وهو قريب جدا من القصر العيني. وأول ما بنوصل المكان بنشوف القصر ده، وهو ده شكله من بره. قصر الأمير محمد علي أو قصر المنيل أنشأه الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق، وهو واحد من أجمل القصور اللي موجودة في مصر. كان الأمير محمد علي عاشق للفن، وخاصة الفن الإسلامي، والفن ده هنشوفه بوضوح في تفاصيل المسجد اللي أقامه. لما بندخل بنلاقي اللوحة دي ومكتوب عليها أسماء العاملين والفنانين اللي شاركوا في بناء المسجد. تفاصيل المسجد ده بجد مبهرة. بجد تفاصيله رائعة، ولا اللوحات اللي تخليك تقف تتأمل في جمال الخط المرسوم. حرفيا مفيش هناك سنتي واحد مفهوش زخرفة. كان أبناء وأحفاد محمد علي باشا بيميلوا أكتر للطراز الأوروبي، لكن الأمير محمد علي اهتم جدا بالطراز الإسلامي، وده اللي بنشوفه بشكل واضح جدا في المسجد ده. نروح بقى لمتحف الصيد. المتحف ده بيضم مجموعة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، كمان عدد كبير من رؤوس وقرون الغزال. كمان بيضم عدد من الحيوانات النادرة جدا اللي صعب تشوفهم في أي مكان. ده بقى كان هيكل عظمي لجمل. كانت أول مرة أشوف صقر بالقرب ده. نيجي بقى للفراشات. المتحف بيضم عدد كبير جدا من الفراشات النادرة جدا اللي صعب فعلا تشوفهم في أي مكان. دي كانت أول مرة أشوف كمية الفراشات المتنوعة دي. بجد كانت أبهرتني، كانت جميلة جدا. نروح بقى لسرايا الإقامة. سرايا الإقامة هو المكان اللي كان بيقيم فيه الأمير محمد علي. ولما بندخل بنلاقي النافورة دي والسلم الخشب ده، وبرضه معتمدين فيه على الفن الإسلامي بشكل واضح جدا.
بيقولوا إن الجزء ده كان بيقعد فيه الأمير محمد علي هو ووظيفته. هنا بنلاقي صور لأبناء وأحفاد محمد علي باشا، ومن الواضح كده إن هو كان بيعزهم، عشان كده حاطط صورهم في القصر. طبعا مش هتكلم على جمال تفاصيل المكان، بجد رهيب، وبرضو مفهوش سنتي واحد مفهوش زخرفة. دي كانت زي غرفة المكتب الخاصة بالأمير محمد علي. كان الأمير محمد علي ولي العهد لحد ما جاب الملك فاروق ابنه أحمد فؤاد الثاني، وكان حلمه طول حياته إنه يتولى حكم مصر، وأقام القصر ده عشان يبقى مقر حكمه، لكن للأسف حلمه ما تحققش. ودي بقى غرفة السفرة أو غرفة الطعام. دي بقى مدفأة، وكان موجود واحدة شبهها بالظبط في متحف الفن الإسلامي. نروح بقى لسرايا العرش. سرايا العرش بجد من أفخم الأماكن اللي أنا شفتها في حياتي. أول لما بندخل بنلاقي اللوحة الكبيرة دي لمحمد علي باشا، بقية القاعة للوحات لأبنائه وأحفاده، زي الخديوي إسماعيل والخديوي سعيد والخديوي توفيق. نيجي بقى للدور التاني من سرايا العرش. طبعا زي ما قلت لكم القصر كله مزخرف بالكامل، حتى السلم فيه زخرف. نيجي بقى لأول قاعة، وهي غرفة الأوبيسون، واتسمت كده لأنها متغطية بقماش الأوبيسون المصنوع في فرنسا. أول لما بندخل جوه شوية بنلاقي قاعة الاستقبال، والقاعة دي على الطراز الإسلامي. القاعة الأخيرة هي غرفة الأميرة أمينة هانم الهاني، وهي أم الأمير محمد علي. أكتر حاجة لفتت انتباهي هي الدفاية دي، وهي دفاية خشبية مطلية بالذهب. للأسف خلصت جولتنا في سرايا العرش، كانت فعلا مكان مميز ومبهر. نروح بقى لآخر سرايا موجودة في القصر، وهي سرايا الاستقبال،
وهي المكان اللي كانوا بيستقبلوا فيها ضيوف الأمير. ونيجي بقى لأجمل قاعة هنا، وهي القاعة الشامية، وده لأنها معمولة على الطراز الشامي. بس كده، ودي نهاية الفيديو النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.